هنتكلم النهارده عن مشاريع الأغنام، هنتكلم عن نسبة التوأمية في الأغنام النهارده إن شاء الله، هنتكلم عن إزاي تغذي الأغنام بتاعتك عشان تزود معدلات توأمية عندك، العوامل اللي بتأثر على التوأمية، الدفع الغذائي وأهمية الدفع الغذائي بالنسبة للذكور والإناث، هنتكلم عن مواسم التلقيح، أفضل ميعاد للتلقيح، وهنتكلم عن أفضل نظم تلقيح والنسبة الجنسية بالنسبة للذكور والإناث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. بداية التوأمية هي إن عدد من الحيوانات يديني أكتر من مولود في الولادة الواحدة، بمعنى إن أنا لو عندي 100 حيوان أو 100 نعجة، ال100 دولتي هيدوني 100 حمل، يبقى كده نسبة التوأمية عندي 100%. طيب في عندي سلالات بتمتاز بالتوأمية العالية؟ طبعا بالنسبة للسلالات المحلية هنلاقي إن الرحماني بيتفوق على باقي السلالات المحليه في نسبه التوأميه. هنلاقي مثلا الرحماني بيبقى عندنا من 130 ل 150%، يعني كل 100 نعجه هيدوني 150 حمل. اما بالنسبه للاسيمي فهنلاقيها اقل شويه، هتبقى حوالي 100 ل 120. هنيجي بعد كده عندنا الصعيدي وعندنا البرقي وعندنا البلدي، كل دي سلالات منخفضه في نسبه التوأميه بتاعتها. وطبعا احنا ما عندناش في السوق المحلي سلالات اصيله، او يعني ما فيش حد بيقتني سلالات اصيله 100%، ولكن الغالبيه العظمى اللي موجوده في السوق بتبقى سلالات خليطه. اما السلالات الاصيله فهي موجوده في مراكز البحوث فقط، وبعض المزارع او عند بعض المربين اللي بيهتم ان هو يقتني سلاله اصيله عشان ياخد المميزات بتاعتها. كمان عندنا بالنسبه للسلالات العاليه في التوأميه عندنا العساف، دي سلاله برضو بتتميز بالتوأميه العاليه. كمان عندنا في السلالات الاجنبيه زي الدربر، الدربر برضو سلاله عاليه في التوأميه. في عندنا الفريزيان، كل دي سلالات تبقى عاليه في التوأميه. كمان سلاله الرحمن هنلاقيها متميزه بان هي كمان معدلات نموها وكفاءتها التحويليه بتبقى عاليه، وكمان انتاجها من اللبن بيبقى كويس، بيكفي الحملان ونسبه التوأميه فيها. لان انا ممكن يكون عندي سلاله تكون التوأميه فيها عاليه ولكن انتاج اللبن بتاعها ضعيف، فبالتالي نمو الحملان بتاعها بيبقى قليل، وهنا انا ما استفدتش من التوأميه بتاعتي الا عدد رؤوس اكتر ولكن معدلات نمو اقل. كمان انخفاض لبن الام يعمل لي مشاكل نفوق عاليه، فبالتالي هنا بخسر صفه التوأميه العاليه. هنا بنلاقي ان كل ما كانت التوأميه عاليه وانتاج اللبن كمان كويس او بيكفي النتاج بتاعي، دي كانت صفه كويسه جدا بالنسبه للسلاله. طب ايه هي العوامل اللي بتاثر على التوأميه في الاغنام؟ اولها العوامل الوراثيه، دي طبعا السلالات كلها بيبقى ليها صفات وراثيه بتختلف عن بعضها، فبنلاقي ان سلاله الرحماني متميزه في الصفات الوراثيه بتاعتها ان نسبه التوأميه فيها اعلى، وهكذا باقي السلالات بتبقى اقل. يبقى انا لما اجي ابدا المشروع بتاعي، لو انا الهدف بتاعي عايز عدد حملان كتير، هبدا اختار سلاله تكون عاليه في التوأميه زي سلاله الرحمن. ثاني حاجه اللي هي الوزن او العمر المناسب. عشان اخد توأميه كويسه لازم ما ابداش القح الاناث في عمر بدري، لازم ان انا انتظر لما توصل لعمر من 8 ل 12 شهر، وكمان تكون وصلت ل 60 ل 70% من وزن الام او الحيوان التام من النمو، فبالتالي هنا بتبقى مؤهله ان هي تديني انتاج عالي، وهنا في نفس الوقت بتكون نسبه التوأميه فيها اعلى، غير ما انت تبدا معاها من حوالي 6 شهور. في بعض الناس بتبدا تلقح عند عمر 6 شهور، وده طبعا بيكون وزنها منخفض ومعدلات نموها ومعدلات انتاجها من التوأميه بتكون اقل. كمان عندي التغذيه عامل مهم جدا بالنسبه للتوأميه، بيأثر التوأميه. كمان عندنا من العوامل المؤثره الصحه العامه وحاله الجسم. يعني ايه؟ يعني ان انت لازم تكون عندك جدول تحصينات تكون ملتزم بيه، وكمان مقاومه للطفيلات الداخليه والخارجيه، ده بيأثر لك على صحه الحيوان، وبناء عليه لما الصحه تكون كويسه هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك توأميه كويسه، لان النشاط التناسلي هيكون منتظم. كمان حاله الجسم، يعني ايه؟ هنلاقي ان النعاج الضعيفه او النحيفه ديت التوأميه او النشاط التناسلي بتاعها بيكون منخفض لان ما بتاخدش احتياجاتها. كمان النعاج السمينه بنلاقي ان معدلات النشاط التناسلي بتاعها بيكون منخفض، ولكن انا مش محتاج ان الحيوان يكون عندي نحيف ولا يكون
عندي سمين، ولكن انا عايز الوزن بتاعي يكون منتظم، وبرضه تكون حاله الجسم كويسه عشان الصحه تبقى كويسه، وهنا هيبقى عندي نشاط تناسلي منتظم، وان شاء الله يبقى في عندي توأميه عاليه. كمان عندي من ضمن العوامل اللي بتاثر على نسبه التوأميه عنصر الاداره، وطبعا الاداره ده عنصر مهم جدا، لان انت لو اخترت مكان صح وحيوان صح واداره صح هتوصل على توأميه كويسه. فبالتالي هنا عنصر الاداره، وكمان حته الاداره في اختيار الكباش بتاعتي. ليه؟ لان انا عندي الذكر بيمثل لي نصف القطيع عندي. ليه؟ لان انا دلوقتي هلاقي ان النسبه الجنسيه لما نيجي نتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي هنعرف ان الذكر بيمثل عندي نصف القطيع. طيب تعالوا بقى نتكلم النهارده عن الدفع الغذائي. كمان الدفع الغذائي ازاي استخدم التغذيه في ان انا ازود عدد التوائم عندي او عدد المواليد عندي. الدفع الغذائي ان انا مهم جدا للذكور والاناث، ان انا هبدا قبل الموسم اعمل دفع غذائي بعد طبعا ما التزم بجدول التحصينات واعمل مقاومه للطفيلات الداخليه والخارجيه بتاع الحيوان. ابدا بقى قبل موسم التلقيح بالنسبه للذكور بحوالي 6 ل 8 اسابيع، ابدا هنا ااهل الكباش عندي لموسم التلقيح. اما بقى بالنسبه للاناث فباجي قبل موسم التلقيح ب3 ل 4 اسابيع ابدا ان انا اعمل لها فلاشنج او اعمل لها دفع غذائي. طب بالنسبه لعلاقه الدفع الغذائي بتختلف في الذكور عن الاناث؟ طبعا بتختلف في الذكور عن الاناث. لو جينا نتكلم عن الذكور هنلاقي ان احنا محتاجين ان احنا ندي لكل كبش حوالي 300 ل 500 جرام علف مركز في اليوم، بالاضافه للعليقه اليوميه بتاعته قبل موسم التلقيح بحوالي شهر شهر ونص. طب مواصفات العلف ده ايه؟ العلف ده لازم يكون عندي من 14 ل 16% بروتين، والطاقه بتاعته تكون 65 او 68%، ويكون كمان عندي العليقه بتاعتي تكون متزنه في الطاقه والبروتين بالنسبه للذكور. وده طبعا هيأهل الكبش ان هو تكون صحته كويسه، ويكون معدلات انتاجه للحيوانات المنويه اعلى، وتكون كفاءه الحيوانات المنويه وحيويتها تكون اعلى. فبالتالي هنا خصوبه الكبش نفسها هتبقى اعلى، وهنا اضمن ان يدخل عندي موسم تلقيح يكون مؤهل ان هو يلقح لي اكبر عدد من الاناث، وان شاء الله يحصل اخصاب وحمل للاناث دي. طب بالنسبه للاناث باجي قبل موسم التلقيح ب2 ل3 اسابيع ابدا ادي للانثى برضو او للنعجه من 300 ل 500 جرام من العلف المركز بالاضافه للعليقه اليوميه بتاعتي. لازم العلف ده او الكميه من العلف دي تكون الطاقه بتاعتها متزنه والبروتين متزن، يكون البروتين في حدود من 12 ل 14% بروتين، وكمان الطاقه بتاعتي يكون من 60 ل 65% تي دي ان، عشان تدي النعجه تعمل لها دفع غذائي. واهميه الدفع الغذائي هنا ان هي هتبدا ان هي تحسن لي حاله النعجه قبل موسم التناسل. بالتالي هيبدا يحصل عندي تبويض منتظم، ومن ثم هيبدا يظهر عندي بقى يبقى عندي عدد بويضات اكبر، فهنا نسبه التوأميه بتبقى اعلى، طبعا بالاضافه لتحسين الصحه العامه والمناعه بتاع النعاج. وهنا تدخل لموسم التلقيح تكون افضل، خاصه ان هي النعجه ممكن تكون لسه في موسم التلقيح بتاعها تكون كانت بترضع او اللي كان معاها توائم قبل كده، فبتبقى الانثى مجهده او النعجه مجهده، فبالتالي انا لازم اعوضها قبل ما تدخل في موسم التلقيح. طيب موسم التلقيح بيرتبط ازاي او بيبدا ازاي بقى عندي بالنسبه للنعاج بتاعتي؟ هنلاقي ان النعاج او الاغنام عامه وخاصه الاغنام المصريه بنلاقيها موسميه التناسل. يعني ايه موسميه التناسل؟ يعني في مواعيد ثابته للتناسل او النشاط الجنسي بتاعها. يعني ايه؟ بنلاقي عندنا دورتين للتناسل في السنه بالنسبه للاغنام. هنلاقي عندنا الدورتين مرتبطين بايه؟ بطول النهار وطول الليل. الدوره الاولى بتبقى عندي دوره الخريف او دوره التناسل بتاع الخريف، ودي طبعا مرتبطه بان قصر طول النهار وطول ساعات الليل. ده بيبقى راجع لايه؟ راجع لان بيحصل عندي اشارات عصبيه من العين بتنتقل للغده الصنوبريه وبعدين تنتقل للمخ، تبدا تنشط المخ ان هو ينشط لي او ينظم لي افراز الهرمونات الجنسيه اللي هتنشط لي او هتظبط لي موسم التلقيح بتاع الانثى، ومن هنا تبقى الخصوبه بتاعتها او ان النشاط الجنسي بتاعها يكون منتظم. طيب يبقى انا عندي دورتين للتناسل بالنسبه للاغنام. الدوره الاولى اللي هي بتبقى في الخريف، ودي طبعا هتبدا عندي من شهر 9 لشهر 10. يبقى انا هبدا اعمل دفع غذائي في شهر 8 عشان تخش النعاجه عندي في مرحله تبويض او في مرحله
تناسل او تلقيح في شهر 9 وشهر 10، ودي طبعا هتولد عندي في الشتاء، ودي طبعا موسم توافر العلف الاخضر، وهنا بتبقى معدلات نمو الحملان بتبقى عاليه. الدوره الثانيه اللي هي دوره الربيع، وديت بتبقى عندي في شهر 3 لنهايه شهر 4، وديتي الولادات بتاعتي بتبقى في شهر 8. وده طبعا بيبقى مشكلتها ان العلف الاخضر بيبقى قليل وارتفاع اسعار الاعلاف، ولكن يبقى عندنا كده دورتين للتناسل، دوره في الخريف ودوره في الربيع. بتبدا ان انت تظبط الولادات بتاعتك بناء على توافر العلف الاخضر عندك، وكمان امكانياتك الماديه، وبرضه توفير سبل الرعايه بالنسبه للاناث والذكور في الفترات دي. طيب نيجي بقى نتكلم عن النسبه الجنسيه الامثل بالنسبه للذكور والاناث عشان يتم عندي تلقيح كويس ويبقى عندي توأميه عاليه. طبعا النسبه الجنسيه بتختلف على حسب عمر وكفاءه الكبش. احنا قلنا الكبش عندنا نصف القطيع، ليه؟ لان انا لو عندي كبش خصوبته عاليه وكبش جيد، فبالتالي هنا ممكن يصلح ان هو يلقح 40 ل 50 نعجه. طب انا لو انا عندي كبش اقل من عمر سنتين، اللي اقل من عمر سنتين ده بنديله نعاج من 30 ل 40 نعجه في الموسم يلقحهم. طيب لو انا عندي كبش صغير هيبقى من 20 ل 25 نعجه بس، يبقى عندي النعاج الكباش الصغيره هيبقى من 20 ل 25 نعجه لكل كبش. الكباش اللي هي متوسطه العمر بتبقى من 30 ل 40 نعجه، والكباش اللي هي ممتازه او خصوبتها عاليه بيبقى من 40 ل 50 نعجه. يبقى عندك كده لو يبقى عندك الكبش فعلا هو نصف القطيع عندي. فلو انا اهتميت بان انا اختار كبش كويس، يبقى انا كده ضمنت ان انا عندي نسبه تلقيح عاليه ومن ثم خصوبه عاليه، ويبقى عندي توأميه عاليه. يبقى الكبش نصف القطيع، فاهتم بالكبش بتاعك. كمان عندنا هنا ايه افضل نظم للتلقيح؟ القح ازاي؟ احنا عندنا نوعين من التلقيح عامه، عندنا تلقيح طبيعي وتلقيح صناعي. التلقيح الطبيعي ان انت عندك كباش بتلقح الاناث تلقيح طبيعي او النعاج تلقيح طبيعي، وده هنقول بننظمه ازاي او افضل طريقه لعمليات التلقيح الطبيعي. اما بالنسبه للتلقيح الصناعي ان بيتم جمع السائل المنوي من الذكور وتلقيح الاناث به، او ان انت بتشتري لقاح صناعي من كباش مستورده او كباش محليه وتبدا تعمل عمليه التلقيح الصناعي، وده مش منتشر قوي في الوسط المصري، ولكن هو برضو بيوفر لك ميزه ان انت تستفيد من الكباش الممتازه حتى لو هي خارج نطاق المحافظه بتاعتك او خارج نطاق البلد بتاعتك. ممكن انت تستورد من بره سيمن لكباش ممتازه. طيب نيجي بقى للتلقيح الطبيعي. هل التلقيح الطبيعي الافضل ان انا اسيب الكباش مع النعاج طول السنه؟ لا طبعا، يفضل ان انا بفصل الذكور عن الاناث طول السنه، ولكن باجي في موسم التلقيح اللي انا محدده وابدا ان انا ادخل الكباش للنعاج. طب انا عندي 3 نظم رئيسيه. اول حاجه اللي هو التلقيح الطبيعي الحر، ده ان انا بدخل الكباش على النعاج خلال موسم التلقيح اللي هم ال 60 يوم بتوع التلقيح او 80 يوم بتوع التلقيح، ابدا ان انا ادخل الكباش على النعاج، وبالتالي هنا التلقيح بيبقى عشوائي وما بقاش عارف مين اتلقحت ومين ما اتلقحتش، الا اذا انا بقى عملت ايه؟ عملت احد طرق التلوين مثلا للكباش، ان انا احط بكر التلوين على صدر الكبش او رقبته، بالتالي اي نعجه هيعتليها لقحها هتتعلم او هتتلون، وابدا ان انا احسب لها. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بعمل عمليه تنظيم لعمليه التلقيح، ان انا ببدا ان انا اعمل كشف على النعاج واشوف النعاج اللي في مرحله شياع، ابدا اجمعها كمجموعه وابدا ان انا ادخل عليها الكبش او انقلها للكبش ادخلها للكبش، وهنا بضمن ان هي بتتلقح من الكبش، ولكن هنا دي بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج عماله اكتر. اما بقى للطريقه الثالثه اللي هي طريقه المدوره. يعني ايه المدوره؟ ان انا بحدد العدد الامثل للكبش من النعاج، وابدا ان انا ادخل الكبش على النعاج دي على المجموعه ديتي واسيبها لمده دورتين تناسليتين، يعني في حدود ال 35 ل 45 يوم، وبعد كده ابدا ان انا اعمل تبديل ما بين الكباش ما بين المجموعات المختلفه عشان اضمن ان يحصل عندي تلقيح. وطبعا يفضل ان انت يبقى في عندك مراقبه لعمليه الشياع وعمليه التلقيح عشان تبدا ان انت تحدد الاناث اللي تم تلقيحها وتبدا تفحصها بعد شهرين من تلقيحها، تبدا ان انت تفحصها، او ممكن ان انت تجيب جهاز سونار وتبدا تفحصها قبل كده عشان تتاكد من الاناث اللي تم تلقيحها عندك وتلقيح المقصب، وتبدا ان انت ترتب الولادات بتاعتك بناء على عدد الحيوانات اللي تم تلقيحها وتم اخصابها ودخلت عندك في مرحله الحمل. يبقى احنا كده عشان يحصل عندنا توأميه او يكون عندنا توأميه عاليه
عاليه في القطيع، لازم ابدا ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه هختار سلاله نسبه التواميه فيها عاليه، ابدا اوفر الرعايه والتغذيه المناسبه للنعاج والكباش، ابدا اعمل دفع غذائي قبل موسم التلقيح، كمان ابدا انظم عمليه التلقيح واهتم بصحه القطيع بتاعي من حيث التحصينات الدوريه ومكافحه الطفيليات الداخليه والخارجيه، وابدا ان انا اعمل عمليه تنظيم لعمليه التلقيح عندي. وممكن كمان ان انا اعمل تلقيح مستحث او اعمل تزامن شبقي بالنسبه للاناث، وده طبعا باستخدام الهرمونات ان انا بدخلها في بروتوكول هرموني معين عشان الاناث ديتي تشيع في وقت واحد ويتم تلقيحها في وقت واحد، فبالتالي برتب الولادات بتاعتي تبقى في عدد من الولادات كبير في وقت واحد، وبالتالي يبقى عندي حملان هتتسوق في نفس الوقت او هتتفطم في نفس الوقت وهتتغذى في نفس الوقت، ولو انا هبيعها او اسمنها تبقى منتظمه، يبقى عندي اعداد ثابته واعداد محدده اقدر اتعامل معاها، غير النظام العشوائي ان يتم تلقيح 2 3 واحده على فترات مختلفه، فبالتالي بتلاقي عندك ولادات متفاوته، كل يوم عندك ولاده 2، وتيجي تسوق الحيوانات تلاقي عندك كبير وصغير، فما بتعرفش ان انت تحدد السعر او تتحكم في عمليه البيع بتاعتك. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.